جوزي بيصورني وبيبعت الصور لأصحابه. أنا اتجوزت وأنا عندي 18 سنة وواحد قد أبويا. شفت الذل ودقت المر بجوازتي دي، وما كانش قدامي حل غير إني أرضى وأستسلم، لكن فاض بيا وقررت أخلعه. بانهيار ودموع والصوت بيهز حيطان محكمة الأسرة، وبكلام يصدم وقفت أسماء قدام القاضي في المحكمة بقليوب بتطلب النجدة من جوزها وعايزة تخلعه. اللي حكيته ومرت بيه كبرها 50 سنة على سنها. إزاي بنت في سن ال 18 سنة تكون عاشت التجربة دي؟ فين أهلها من عمايل جوزها فيها؟ ليه جوزوها في السن ده وواحد أكبر منها؟ وبعد اللي اتحملته من جوزها قال لها أنا أصلا ما بحبكيش وندمت بعد ما اتجوزتك. أسماء شافت كتير من بعد رحيل والدها، فيا ترى حكت وقالت ايه؟ اسمعني يا سيادة القاضي، انا تعبت نفسيا وحياتي اتدمرت، انا طالبة الخلع بعد اللي شفت منه. في يوم وانا قاعدة لقيت تليفوني بيرن برقم غريب، ما ردتش، وبعد شوية لقيت نفس الرقم بعتلي على الواتساب صور ليا وانا في البيت بلبس البيت وبيكلمني بطريقة غير اخلاقية. انا فوجئت، ما بقتش عارفة مين ده وازاي صوري دي معاه. انا ما اعرفوش ولا عمري عملت حاجة غلط في حياتي، لحد ما اكتشفت المصيبة. جوزي هو اللي عمل كده، كان بيصورني من غير ما اخد بالي وبيبعت الصور دي لاصحابه علشان يبسطهم، وده اللي خلاني اخد قرار الخلع. انا استحملت كتير لكن ما اقدرش اعيش مع واحد مش امين عليا ولا هعرف اثق فيه. انا حكايتي ما بدأتش من معاملة جوزي ليا الصعبة دي ولا ضربه ليا واهانته، لا انا زي ما تقول كده اتعودت من صغري على كده، ضرب واتضربت من أمي، معاملة جافة وعشتها معاها، تشكيك في شرفي وحصل لدرجة إنهم كانوا بيمنعوني من الخروج من البيت وشايفين إني لو خرجت يبقى ماشية في سكة مش كويسة. أنا عندي 18 سنة واللي عشته كبرني أضعاف سني. أبويا فرق الحياة وأنا في تالتة إعدادي، من بعده ظهري اتكسر وفقدت الحنية. أمي ورتني النجوم في عز الظهر، ولو مرات أبويا كان ممكن تعاملني أحسن من كده، كانت قاسية عليا جدا ومنعتني من إني أكمل تعليمي. ولما بابا رحل هي ما قدرتش تعيش من غير راجل واتجوزت، ما كانش ليا حد أعيش عنده، اضطريت أتأقلم وأعيش معاهم. لكن معاملة جوز أمي ما فرقتش عن معاملة أمي، والحقيقة أنا ما اتفاجئتش، اللي خلى اللي من لحمي ودمي كده يبقى الغريب هيعمل إيه؟ بقوا يشكوا في أخلاقي لحد ما جه اليوم المشؤوم اللي ما كانتش طلعت لي شمس، وكنت أتمنى إني أفارق الحياة ولا إني أعيشه، ولو رجع بيا الزمن كنت هعافر وأقف ضد أي حد، ولا لاني اعيش مع راجل زي ده. صاحب جوز امي كان بيزورهم في البيت عمال على بطال وهو مطلق، بس عواطله واخلاقه مش كويسه. وفي يوم طلب صديق جوز امي يتجوزني، كنت رافضه تماما، وخاصه انه بيشتم كتير وبلطجي في التعامل، وانا بنت بنوت لسه ما اتجوزتش قبل كده وصغيره في السن، ليه هتجوز واحد اكبر مني وبالطريقه دي وبالاخلاق دي؟ لكن ما قدرتش اصر على موقفي وطلعوا اقوى مني وأجبروني على الجواز. أتموا عقد القران بدون موافقتي. قررت أرضى بالأمر الواقع وحاولت استغلال حياتي الجديدة في تعويض حنان أبويا وقسوة أمي، لكن الواقع كان عكس كده. كان بيعاملني زوجة معاملة سيئة جدا وإهانة على أتفه الأسباب. استحملت كتير وخاصة إني لسه عروسة، بقالي سنة واحدة بس متجوزة، بس عدت عليا وكأنها 10 سنين. في السنة دي يشاء ربنا إنه يكون حتة مني جوايا وأبقى حامل. قلت يمكن الحمل ده يحننه عليا، وقررت أقعد وأتكلم معاه أفهم منه ليه بيعاملني كده، ليه عصبي على أتفه الأسباب. لكن مفيش فايدة، اتخانق معايا كالعادة وقال لي أنا أصلا ما بحبكيش وندمت بعد ما اتجوزتك. أنا تعبت جدا من صغري وأنا عايشة في القسوة دي بكل أشكالها، الحرمان بكل أنواعه. هربت من العيشة مع أمي وجوزها بعد وفاة أبويا، وقلت يمكن يكون في حياتي الجديدة العوض، لكن للأسف لسه عوض ربنا ما جاش عن كل لحظة كانت بتمر عليا وأنا قاعدة بين 4 حيطان بعيط وقلبي مشروخ. ما بقاش في حتة سليمة. كل اللي عمله فيا ما أثرش عليا قد تصويره ليا صور خاصة بالشكل ده وبيبعتها لأصحابه. في زوج طبيعي يعمل كده في مراته، أم ابنه؟ حكاوي قضايا لأسرة مش بتخلص، والأسرار فيها بتشيب وما بتنتهيش، والملفات فيها ملهاش أول من آخر، والقهرة للزوجات بقت عنوان لحياتهم. فيا ترى الحل في الأسرة ولا الزوج ولا الزوجة ولا الاختيار من البداية؟ انتم ايه رأيكم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.